عليكم مشاهدي قناة الMAS من وين ما كنتوا عم بتابعونا بهالحلقة الجديدة من فايت أون. قبل لقب بطل العالم، قبل الأحزمة والميداليات والمنصات ورئاسة الاتحاد، كان في ولد بعده ما بيعرف لوين ممكن تاخده الرياضة. في حكايات بتبدأ بهواية، بس عند البعض تتحول الهواية مع الوقت لهوية ولطريق له تمن: تدريب، تعب، فوز، خيبة أمل، انكسار، وأمل بيولد بعز لحظات الاستسلام. هيك ضيفي العصامة ما حصر تجربته بفن إيطالي واحد، غاص بمدارس وأساليب مختلفة، من الكاراتيه للتايكواندو للكونغ فو، الكيك بوكسينج، التاي بوكسينج، تراث ورياضات تقليدية شعبية، قوة الرمي، جيجيتسو، مصارعة، المواي تاي، وصولاً للكامبو. تجربة واسعة كانت عليه قبل ما يرتبط اسمه بالكامبو وببطولات العالم. نافس ضيفي بصلابة، اعتلى منصات التتويج وحمل ألقاب وأحزمة بتشرف لبنان، وحافظ على الحزام الاحترافي ل8 سنوات متتالية وصولاً لتكريمات هول أوف فيم. ضيفي بهالحلقة رح يفتح قلبه ويحكي عن محطات من حياته علمت فيه وبصمت بحياة أجيال من الرياضيين الشباب اللي عم بيواكبون من لبنان للعالم. رئيس الاتحاد اللبناني لرياضات الكامبو، نائب رئيس الاتحاد العربي، ورئيس نادي النجوم، الماستر رائد بوشقرة. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، وكمان حضرتك مميزة. نحن صحيح بالفنون القتالية، ولكن حضرتك بالإعلام تشبهينا كتير كمان. شكراً لك رائد، ونورت حلقة فايت أون. بدي أرجع معك للطفولة رائد. كيف كانت طفولة رائد؟ كيف كان هالطفل؟ مشاغب، رايق، بحب يغامر، هادي؟ بداية يعني نحن جيل ما هو كان جيل مرق مثل ما بيقولوا كل شيء عليه. يعني نحن وعينا كان في حرب، للأسف حرب أهلية. نتمنى تكون مدرسة وما تنعاد نتعلم من أخطائها ونتعلم ما نرجع لها، بالذات الجيل الجديد لأن ما مرق فيها ما بيعرف شو معناتها. اثنين، كان بهذا الوقت كمان التعليم ضعيف، قدرنا نحاول نمرق. يعني مرحلة من العمر كانت صعبة، رجعنا اجى السلام بوقت كلنا تعودنا نكون ميليشياف مثل ما بيقولوا وما في قانون. جينا للقانون كمان، تأقلمنا مع القانون وطورنا حالنا بالدراسة. وبتعرفي لبنان دايما نكسات، يعني من نكسة رفيق الحريري الله يرحمه، من نكسة المرفق حاليا، من نكسة إن نحن فيها الحرب. هذا لبنان هيك، ولكن اللبناني مثل الأرزة، يعني ما اختاروا له الأرزة ببلاش أو هيك سمعة. اللبناني صحيح مثل الأرزة اللي هي ما حدا بيقدر يدمرها قد ما يمرق عليه من عصور. إذا منعرف يعني هون نحن الواعيين لهم إذا ما نرجع بالحضارات القديمة، ولكن لبنان بقي صامد على الأرض، ونحن ما نتمثل بهيدا التاريخ ونحافظ عليه ويكون لبناني صلب. المقاتل ابن الجبل، شو اللي بيميزه عن غيره؟ أنا بالنسبة لإلي نطاقي ما بينحد بالجبل. يعني أنا إنسان بحس إنه نحن بكرة أرضية ما لازم باسبور، لازم نروح عن بعض ونجي عن بعض، لأن هيدي الكرة الأرضية كلها بنشبه بعض. ولكن نحن عادة هو الإنسان، يعني إذا بدي أحكي بعلم النفس وهاي الأمور، هو بيحب يضيق على حاله، ونحن هاي السبب. يعني اليوم العصفور أو الطائر أو أي شيء هو ما بيتقيد بمنطقة، له كل الحرية، والإنسان لازم يكون هيك. ولكن نحن بنحب نجازي. إذا بتشوفي بتكوني بحياتك بمنطقة بتستأجري بيت ببناية، بعد شوي بيكونوا الجيران كلهم أصحاب، تنقلي على مطرح تاني بتصيري تختزلي وتخففي لتصيري لحالك بمرحلة معي. هالشي أنا ما بحبه كتير بصراحة. يعني بالعكس أنا بحب الانفتاح أكتر، التطور أكتر، ما يكون في بورد بين الناس بين الدول. وروح على أي دولة مثل أي حدا، حتى الأوروبي إذا أجى على لبنان أو نحن رحنا على أوروبا، أو بالعكس ما لازم يكون في هالتعقيدات الموجودة، ولكن لازم يكون في سلامة. لأنه للأسف كمان الإنسان
إذا بده يتحول لنفس يعني نفسيته شريرة مأذي يعني للأسف إنه كمان بيكون في سلامة عامة تحمي المواطنين وين ما كانوا وما يكون وطن الكرة الأرضية وطن واحد. هالشي اللي بنحلم فيه نكون كلنا واحد. يعني للأسف نحن اليوم نتصنف درجات ابن الجبل وابن بيروت هذا هو بدي أقول يعني حماس ومثل ما بيقولوا هيك ارتباط بمنطقته أكتر وبجذوره أكتر وبمعنوياته، ولكن هي بمحل مش إيجابية لأن عم تخلينا أنت ابن فلان وأنا ابن فلان، أنت ابن منطقة وأنا ابن منطقة، وهالشي لازم يكون واحد. لازم من فايدة السؤال رائد التصنيف المناطق ولا أنه نحكي عن خصوصية كل منطقة، بالعكس نحن عم نحكي ابن الجبل لأنه حضرتك كمان يعني ابن الضيعة، يعني المقاتل ابن الضيعة بشو بيختلف عن مقاتل ابن مدينة؟ يعني صراحة ابن الضيعة عنده مشقات أكتر بالحياة، يعني غير التسهيلات الموجودة بالمدينة. يعني اليوم اللي بده يتوظف بيروح على المدينة لأن بحس الانتاجيتها أحسن، أما بالضيعة بدك تشتغلي بالأرض، بدك تجيبي حطب لتتدفي، بدك يعني كل موسم له معركة يعني واحد ليشتغلها. بحس أنه أقسى شوي، ولكن الصفة هيدي اللي بيعيش بالجبل غير ما بيعيش بالمدينة، والصفة اللي بيعيش بالمدينة كمان متطور بمحلات كتيرة أكتر من ابن الجبل. لازم الواحد يدمج بيناتهم، كل مطرح له وقته وحكمته، من هالباب لازم يشتغل الإنسان. يعني وين ما وجد لازم يعطي كل طاقاته. أول شيء ليعيش عيشي كريمة محترمة ما يعتز حدا، بنفس الوقت يطور حاله ويتعلم ويضل لاحق التطور. يعني إذا ما نقول يمكن جيلي أكبر من جيلي، ولكن بدي أحكي عن جيلي قديش مرقنا بأمور غيرت. يعني كانش في تليفون، ما بعرف إذا نحن ما كان أيامنا في اتصال إلا على 05 بتضيع تليفون واحد، يعني كل ما حدا ويروح على المختار ليتصل. حتى من برا إذا في سفر ما في غير مكاتيب كانت، يعني الجيل الجديد أو ما بيعرف. هلأ بتتواصلي مع كل العالم بسهولة بكل بساطة. صح، يعني أنا قاعد هون بحكي مع رفقاتي بأمريكا، كان يسافر ننطر 10 سنين عشوائنا نرجع نلتقي فيه مرة تانية، والشوق موجود يعني ما بيقلل من محبة الشخص، ولكن هذا كان وضع التواصل. حتى النقل كان غير. اليوم كل حدا معه سيارة، من زمان سيارة وحدة بتضيع، تلفزيون واحد بتضيع، هاي كلها أمور كانت. حتى اليوم الإعلام ببيروت أو بأي محل أو بالجبل بينتشر بدقيقة، كانوا يعرفوا في بعد سنة والله صار هيك إذا ما حد ما متابع. كل هالظروف اللي عم تحكي عنها رائد، ظروف التنقل، الصعوبة بالتنقل، غياب الاتصالات، يعني عيشت ضيعة بس من سنوات هيك رديتنا لورا. ضيف عليهم أنت ابن الحرب، هيدا الجيل يلي ربي بخوف، بقلق، بلا استقرار، ولد عم بيربى بظل كل هيدا الظروف. كيف كان شايف حلمه لقدام؟ بصراحة بوقت هيدي الظروف كنا نعيش اليوم بيوم، يعني بس يقطع يوم نقول الحمد لله على السلام بقينا عايشين. لأنه الحرب هي كانت عشوائية ما كانت تتميز. اليوم عم نشوف في تمييز عشوائي حتى بالأسماء. اليوم عم بتصير الحرب. قبل كانت ولا شيء، أنت ماشي على الطريق أو أهلك أو حدا من أصحابك، زائد فقدنا عدد كبير من هؤلاء الأبطال كانوا موجودين رياضيا، ويكون رايح يجيب أكل لأولاده وتجي أزيفة تقتله، وهو مش بمعركة ولا حرب ولا بشي، بالشارع رايح أو قاعد ببيته. تيجي طيارة منصابة صارت عنا بمنطقتنا، نزلت طيارة قتلت الأهل، وفي ولاد لليوم بعدها بتعاني من هالموضوع نفسيا، صاروا من عمرنا يعني شباب وأكبر. الحرب تركت طابع كتير سيء، كل تدمر فيه، وما بعرف يعني وين كان الربح فيها. ما كان أبدا في ربح، كانت خسارة كتير كبيرة لكل لبنان والوطن العربي. حتى الحرب الحالية ما فيها ربح، ولكن مثل ما بتقولي صرنا أصلب وأقوى. يعني اليوم بدي أوصف الولد أول ما يبلش يمشي، أول وقعة بيوقع تشوفيه بكي والأم ركضت والبي ويوقع ابني على الأرض. تاني وقعة بتصير أخاف، آخر شيء قوم امشي خلص بك الشي، بصير الإنسان يقوى شوي شوي.
هيدي المصاعب نحن خلينا ناخد الجانب الإيجابي منها اللي هي قوتنا قستنا وخلتنا نتحمل. يعني إنه عادة ما بيصير معنا شيء إلا في خالق هو مهتم بهاي الأمور. نحن بدنا نقوي علاقتنا بهذا الموضوع وبدنا نحوله لخير. يعني حتى إذا صار معنا شيء هو خير بمحل تاني على المدى منشوفه صح. يعني يمكن نحن لو ما مرقنا بهيدا الوضع ما كنا نحن اليوم موجودين بالنسبة لنا. أكيد. أنت حسيت إنه في جانب من رائد حابب كتير يفوت ويغوص بعالم الفنون الإيطالية؟ مش جانب رائد كله فنون إيطالية أبداً، مش جانب بالحياة عطيها جانب صغير. وهذا يعني بصراحة هون كل هذا الضغط اللي بيمرق فيه الإنسان هو مصدر الوحيد للسعادة هي الفنون القتالية. كان بيحب الحلبة بفايت أو بيحب العروض أو بيحب التمرين أو سبارينج أو أي شيء، الفنون القتالية هي نحن بناخدها رياضة ولكن هي علاج يومي للإنسان. أي شيء رياضة هي متنفس. صح. يعني الإنسان بيتنفس وبيرتاح بهيدا يعني اليوم كل حياتك إذا تعلمتي لتشتغلي لتطلعي مصاري، إذا بدك تتوظفي بتشتغلي على 8 ساعات أو 10 ساعات حابة أو مش حابة تروحي على شغلك مجبورة، أو مثل الموظفين بده يلتزم ليعيش. بالنهاية مش كل الشغل أنت عم تشتغلي برد غير المدخول المادي لإلك، كله لغيرك إلا للرياضة. اكتشفت إنه عندك ميل لهيدا العالم وقلت لأ بدي غوص أكتر فيه. بداية يعني رح نبلش بالحقيقة ونقولها. بداية بال85 يعني بعز الحرب الأخيرة اللي كانت 85 ل 89 كان الوضع سيء جدا، ما في شيء نعمله إلا رياضة. وكنت أنا صغير، هون كان دور الأهل. يعني الوالد هون هو كان يعمل رياضة وعمومتي بين مصارعة وقلعة فنون قتالية وهيك، بس ما كانوا محترفينها. يعني عندي عم كمان بحب هاي الرياضة وعمومتي، وعم كان هو أكتر واحد متطور تايكواندو. والوالد حبوا إنه كمان كان في مدربين بالمنطقة كلها موجودين أو مدرب، أدخلوا هاي الرياضة على المنطقة. ومن هون بلشت العالم تروح بين الجيم ورياضة ويحسوا حالهم إنه عم وكان في ألفة أكتر. مثلا من زمان النادي كان فيه 200-300 مشترك، هون ما عدنا نشوفه. ما في حال تاني، مثلا ما في قهوة تقعد عليها، ما في، يا بالبرية يا ببيت حدا يا بالنادي. صار النادي مثل ما هو مثل واحد رايح اليوم على كفاية، صار النادي هو اللي بيجمع كل الشباب الضيعة. هلا هون أنا كان دور الوالد اللي هو سجلني بالفنون القتالية. بلشنا كونغ فو بال85 وبلشت الرياضة من هذا. هلا بعد فترة صار في اعتراض كبير من الأهل، لأنه حسوا إنه أنا بلشت روح أبعد من ما هن كان بدهم. يعني إنه رياضة لدافع عن حالي، رياضة لكون قوي، رياضة لتكون صحتي منيحة. عم بينموا هاي الولد بلش يتكون حلم صح. يعني حتى بشوف حاله بمطرح تاني. هون وين كنت عم بتشوف حالك؟ هون بلشت أنا بلشت أحتك يعني، والفئة اللي كنت أنا الصف اللي عم بتدرب فيه هو ذاته كان بي يتدرب فيه. يعني أنا عمري 5 سنين وكان بي يمكن عمره ب30. أقرب حدا لإلي كان عمره 13-14، زميل لإلي كمان بحب مسي عليه جاد. بلشت أنا وجاد، هو كان عمره 13 كنت أنا 6 وبعضنا أصحاب لليوم، وهو بلشت أنا وياه بهالصف. ومن هون بلشنا نتطور. هلأ صار في صف بيناسبني أكتر لعمري. حتى كان المدرب وصاحب النادي كانوا مرتبطين معي بعلاقة أو شايفين هدف معين رح أصد. يعني حتى الجيم كنت روح أنا وصغير أهرب من تحت البرداية بس يكونوا عم بيحكوا إشياء ما كنت أفهمها عن تفاصيل وفلسفة الرياضة بأيامها على شخص عمره 6 سنين ما حيستوعب. كنت أهرب من تحت البرداية روح أعمل الجيم شوية بامبلز وخبريات. كمان الكوتش اللي كان صاحب النادي وجه له سلام وتحية، شحالي بودرة كمان هو اليوم بيجي بيتدرب عندي. يعني أنا كل القدم وكل البنوا المسيرة أنا وياها أكيد، وهذا شيء ضروري. عبر عن شخصية وفية رائد. وفا ممكن إنه اليوم هو في تعامل صادق.
يعني اليوم التعامل هو بده يكون أنت شو بتقدر تعطي. يعني اليوم إذا أنت زعجتيني وأنا رديت عليكي بإزعاج صرت مثلك، لازم بالعكس أنا أقدم نفسيتي وخير دايما، والمنيح هو ما بيقدم غير خير. صح. والشر ما قد ما تعملي معه هو ما بيعطي غير شر. يعني بالنهاية بدك تحاولي تتأقلمي وتدوري هيدي المواضيع بالتعامل بين إذا شخص أو حالة شر أو مع حالة خير، بدها تدوير. وبالفنون القتالية هي موجودة الينغ واليانغ، قد ما يكون في خير الإنسان في نقطة شر وقد ما يكون في شر في نقطة خير. من هاي البوير وهي دويرة، يعني دور المواضيع واشتغل من داخلها. من هالمبدأ هي فلسفة، وإذا كل حدا أتقنه بيعيش مرتاح مع كل الناس. خبرنا عن أول تطبيق للفن القتالي خارج الحلبة، وين كان؟ هذا الشارع. يعني بصراحة أنا بدي أعتذر من كل اللي صار أنا وياهم قصص. بصراحة هو المطرح الأساسي كان هون. يعني أنا توجهت بأول حياتي، يعني مرحلة النشوء الشباب هي كانت بهيدي المرحلة. وكنا مثلا إنه تعرفي يعني ما عنا وعي مثل اليوم، ما عنا إدراك. تعرضنا لقواس، تعرضنا لكتير أمور من وراء مشاكل ما لها طعمة، زمرت لي، سكرت لي، عملت لي، كنا نخلق القصة خلق. ولكن بفترة كانت هي مثل ما نقول زعرنة، يصير القصة ونحن بوطة شباب ما بدنا نحمس بعض، كل واحد محمس أكتر من التاني، وتدبك حدا صار معه مشكلة نروح معه يلا هيك يعيطوا لرائد. صرنا هون بحماس إنه. بس بعدين بلشت حولها. يعني عادة لازم أنا من مبدأ دايما بحب أتطور. بلشت حول هيدي الحركات اللي عم بتعلمها، شوف إذا بقدر طبقها بالطريق. يعني بأحد المشاكل كلها كان بوكس اللي هي بتنهي بضاربة، ولكن بس تقلقط اللقطة لشوف مدى فعاليتها. صرت أختبر هيدي الاشياء، وبمرحلة حتى اشتغلت بحماية الشخصيات وبالكلابات بانسر وخبريات وكذا. الهدف مش بس طلع مصاري قد ما انه طبق اللي عم بتعلمه. وشوف قد في ايامات كتير نتعرض لاشياء عصي خبرية. في حركات بنتعلمها هي فعالة، وفي حركات الموفي نتعلمها من جاكي شان وقصص الأكترية بيشتغلوا هاي الاشياء اللي هي ما إلها دور. من هون نحن دايما نوجه هيدي الرسائل: اختيار المدرب الصح لابنك، اختيار المدرسة الصح، اختيار الحكيم الصح، اختيار المدرس الصح. لأنه هون أنت لما تيجي تحط ابنك بمطرح مش صح حتكون أذيت ابنك وما حيصل لمحل، رح يكون محل. أما ببداية الطريق الاختيار الصح هو بيوصل التطور، بيوصل الفكر الصح وهي الأمور. والصح هو بيختلف بين حدا وحد. يعني أمرار مثل ما قلنا 9 و6، أنت بتشوفيها من عندك 6 وأنا بدي أشوفها 9، صح، وما يتخانش عليها. ولكن إذا بدلنا الأدوار بنتنى من هذا الباب. تدوير الأمور دايما هو حل، ولازم يعني نطور هذا العلم. هو مش بس فقط إنه نعمل مشكل بالشارع. أنا حولت المشكل هو لسعادة إلي بالفايت. يعني كل ما يصيروا 3-4 شوف كيف دغري بدي أقسم المشكل، ومن هون بلشت أنجح أكتر. أول شيء كنت أمرار انضرب، في ناس كتير بيقولوا ضاربينه عصاية، ضاربينه بوكسايد، صح، ولكن هني مش كانوا هدف إنه هني قدروا. لا، هني أنا كان عندي طريقة بدي نفذها على هذا الشخص. بدي إيد الشمال يضرب باليمين، استفز له يضرب بالشمال لألقط الشمال، أو يضرب إجر. نص العالم ما تستعمل إجريها، بدك ضلك تستفزي فيه ليخطر عباله لك ضرب لك إجر لنلقطها مثلا أو شيء. وهون كنا ندفع حق هاي الشغلات مقابل إنه نتعلمها. في أشياء قواعد لغايتها بحياتي مع إنه هي كانت أساسية أعتبرها، ولكن هي شو أوف بستعملها بعرض، بستعملها بشيء إيجابية للعروض، ولكن للشارع مش إيجابية. بده الواحد قد ما في يختزل، قد ما في يضرب بسرعة، يخلص بسرعة، ينقذ حياة. والأفضل منهم كلهم إنه ما عشنا صلنا مشكل نحلها كلها بالرواق وبالهداوة ونستوعب بعض. كل العالم مليانة، ومثل ما أنت عندك مشاكل غيرك عنده مشاكل، مثل ما أنت عندك أوضاع وعنده أوضاع. نقدر نصل لهذا الوضع، وللأسف أنا بعد ما قدرت عم جرب. حلو إنه بتعترف إنه بعدك عندك أكيد. أنا هيدي عندي أحد النقاط بحياتي اللي هون الانفعال، عم بحاول قد ما في سيطر عليه. هلأ وصلت مرحلة متقدمة كتير، ولكن بعد بوقع فيها محلات خلص بطلع عن مع أنه بضل مركز وواعي شو بدي أعمل.
قبل ما كنت هيك، كنت خلص ما أقدر شو بده يصير. يعني تصير القصة عمرها في 3-4 مكسرين، في ناس منصابة، إذا صار قواس، في ناس كذا. ما كنت فكر إنه ممكن يموت إنسان فيها هاي. ما كنت فكر إنه أنا عم بحرم ابنها مجرد واحد سب للتاني على الطريق، صح. عم سبت تقطع. ولكن إذا مات ما فينا نرده. يعني خلينا ناخد الأمور بزوايا تاني. وكمان نحترم الأهل. يعني اليوم كمان أنت بتسب أكيد، بس هو ما قتلك حدا، أنت بتجي عمل جريمة آخر شيء بمجرد نسب. يفضل إنه ما حدا يسب، يحاول يضبط هذا الموضوع. في كتير كلمات تتوجه للشخص مباشر مش لأهله. يمكن أمه مريضة، يمكن أخته مريضة، يمكن ميتة، يمكن كذا. ببطل يفكر الإنسان شو وين راح، وأنت بتكون بلايت وقبتلت بنفس الوقت. صفر نتيجة، ما فيها شيء. لا رجولية ولا أخلاق ولا شيء. بالنهاية مشكل على الفاضي خرب بيوت العالم. وكتير ناس نعرف متورطة بهذا الموضوع، وهي على البلاج. إذا هلأ تسأليها بيقول لا، لو ضربني مش سبلي، لو ضربني وأذاني وبقي هو عايش وأنا عايش يمكن أحسن. تخصصت بالرياضة. الرياضة بتكمل هالموهبة يلي عندك إياها، بتسأل أكتر خبرتك ومعرفتك بهالمواضيع، ولكن تنقلت بكذا أسلوب. يعني كل هالشي اللي بنشوفه اللي غصت فيه كأساليب قتالية، عم نحكي عن تايكوندو، المصارعة، الكونغ فو، يعني آخر شي ركزت بالكامبو. ليه نقيت الكامبو تحديداً رائد؟ سؤال صب يعني رائع. بصراحة بلشت بالألعاب الإيطالية، كنت عم دور على حالي أكتر. كل لعبة فوت عليها أنا بحب فلسفة الألعاب كمان، يعني وبالذات القتال. يعني هلأ في ناس مختصة بالعروض هن أشطر مني، مع أنه أنا فرضت شخصيتي بالعروض. وبالتايكوندو هي لعبة ما فيها لكم غير على الجسم. حسيت بعد فيها كمان شيء مملئي بحالي، وهي لعبة حلوة. وبوجه تحية كمان لرئيسها بلبنان. كل الألعاب القتالية هي فيها ميز. كل لعبة اجت هي أجمل من لعبة تانية بالنسبة لإلي. وبنفس الوقت نحن لازم الإنسان مثل ما يقولوا كل ما يكبر أكتر، كل ما يحب الأشياء الأكتر، يستوعب أكتر، يعرف أكتر. هلأ مروري بهاي الألعاب، في ناس بتقول إنه أنا بدي بيور هيدي اللعب واحترفها، صح. ولكن أنا اللي تعرفته بهيدي الألعاب هو عمل مني هيدي المجموعة اللي صرت مثلا إذا بدي ناقش بلعبة الكاراتيه أنا عندي بطولات فيها، بدي ناقش بالتايكوندو أنا بالحلبة فيها. وعندي شو اللي أخذت من شو اللي أخذته؟ أكيد كل لعبة علمتني كتير شغلة، يعني ما بتنعد الأشياء اللي استفدت بكل أسلوب. ولكن الكامبو اليوم هي لعبة انبنت على دراسة، ما انبنت على انه لعبة غير لعبتين. مثلا هون كان ممنوع الإجرين بالبوكس، اجت التايكوندو هي فيها إجرين. اجت الكاراتيه بالزمان كانت الكيكوشين والشوتوكان والتوب كاراتيه وكلهم اجوا صار فيها بتشبه. اجت الكيك بوكسينج فرقت، صار في يلبسوا كلافز أجمل وشورت وغير بدلة. يعني عملت مكها الكيك بوكسينج للنوع كمان غير الشو، عم تخلق بطل أجمل من اجت الموي تاي فيها كمان جمال أكتر، صار فيها أطراف، فيها ركب، فيها فن أكتر، عطت جمال أكتر والكامبو هي اجت كملت. يعني أول شيء نحكي فلسفة الكامبو هي خليط من الرياضات الموجودة، ولكن هي اهتمت أول شيء بسلامة يعني اليوم نحن في أبطال فاتت على حلبة ليكونوا ستار، وهو اليوم من أحد الناس المخلوع رقبته، عنده كسر بالحنك، عنده كسر بكتفه بظهره ومشاكل، ما قدر رجع يكمل. وهو اليوم من أصحابين الإصابة. يعني اليوم ما قدر، عطلت له حياته بمحل معين، وهذا الشيء مش إيجابي. يعني اليوم أنا بروح بعمل رياضة وهواية، ببعت ابني آخر شيء حطه بالتخت وأقعد انده بالعكس. خصوصي وأنه يلي يعني ما بنكون عم نخبئ إذا قلنا أنه يلي بفوت بهيدا المجال يعني وبيغوص وبيتعمق أكتر فيه، وهدفه بعض الرياضيين إذا مش غالبيتهم أنه يغيروا ويحسنوا نوعية شغلهم،
نوعية حياتهم وحياة أهلهم. كل لعبة استفدت منها كتير أشياء، ولكن الكامبو هي بس فتت بلعبة الكامبو أول شيء الضربات المئزية كتير للاعب ممكن تعطله بحياته، اللي هي كل شيء مباشر على الوجه من قدام ملغية بالكامبو، كان سايد أو كعب الإجر أو فرونت على الوجه. من هون بلشت تفكر بعمر أنا كمان صرت فيه بدي كمان عيش بحياتي، مش يعني اللاعب بفوت هو ليعمل ستار أو ليعمل بطل أو ليكون نمبر 1 بالعام، بس بعد فترة بده يجي بطل غيره، وبعد فترة حيكون صارت لعبته ما إلها. يعني أنا بالكيك بوكسينج عامل إنجازات حضرتك بتعرفيها، وبالكونغ فو بغيرها، وبالكاراتيه. طيب كله بتحسي صار بمطرح يعني بطل شيء. في ألعاب كنت ألعبها عندي شهادات مدرب فيها، اليوم فيش لها اتحاد، ملغية، منظمة كانت موجودة فلت. كل هاي الأمور نحن فتنا فيها، أكيد استفدنا منها، ولكن اليوم إنه معي شهادة منها وهي مش موجودة حاليا، ما إلها مين ما كان في يعمل، صار مثل ما بيقول. لعبة الكامبو هي مدروسة لسلامة اللاعب، مدروسة لصحة اللاعب، ومدروسة كفن قتالي مين ما كان فيه يشارك. يعني اليوم اللي بيحب العروض فيها، اللي بيحب الفنون الخفيفة اللي ما فيها أذية، لايت وتاتش وكذا موجودة، واللي بيحب العنف فيها، واللي بيحب الدم فيها، بس مقابل سلامة اللاعب موجودة. كل شيء بيأذي أو بيعطله بحياته هو ممنوع عنه. من هذا الباب أنا حبيت اللعبة أكتر وشفتها أنه بلشت ألعبها، بلشت حبها أكتر. ما كان في فكرة اتحاد بلبنان بداية، كنا نحب نجيب هاي الرياضة على لبنان ونبلش وحضرتك تبعتينا. يعني أنا بقول من وقت اللي انزرعت قمحة الكامبو بلبنان حضرتك من أول ناس كان راعي لهي الموضوع إعلاميا، وبلشنا نطلع شوي شوي لو وصلنا لمطرح إنه صارت عائلتنا كتير كبيرة، وفي التزامات نحن اتجاه المدربين والحكام والناس اللي تشتغل معنا بلبنان انه يكونوا كمان يتطوروا. يعني نحن صحيح عم نكبر، ولكن شهادة مدرب رسمي من لبنان ما في اعطيها الا باسم اتحاد تاني، لانه نحن كنا لجنة بالكونغ فو. مثلا هو بيدرب كامبو، نحن عم نعطي كونغ فو، او هو بيدرب كامبو، نحن عم نعطي قوة رمي او اكس. من هون قررنا انه طالما صارت عائلتنا كبيرة ومدربينا مخضرمين وقادرين يشتغلوا، حكامنا مميزين، خلينا نعمل هذا الوضع قانوني. وبلس الضغط اللي صار دوليا لتأسيس الاتحاد اللبناني هو لإنشاء اتحاد عربي وإنشاء اتحادات أخرى. من هذا الباب لدعم للاتحاد الدولي اللي هو بيتمثل فيه من أكبر الاتحادات الدولية، أكثر من 120 دولة منتسبين للاتحاد الدولي الكيكا. يعني اليوم هاي حجم منه صغير، بطولاتهم عم تكون بين 6000 ل 8000 مشارك، حجم بطولي كتير كبير. عدد الحكام بعض الصور بكرة الأرضية كمان بحدود 400 حكم دوليا، منه شيء صغير. هالحجم الكبير حبينا لبنان يكون فرصة من هاي الأمور، وبنفس الوقت يكون من المؤسس عربيا فتنا بهذا المجال ونطور حالنا أكتر. يعني مدربينا يصير عندها استقلالية كامبو، حكامنا كمان، أبطالنا كمان. واليوم نحن مرحلة حنمرق مثل غيرنا، بنكون أسسنا كمان لبعضنا الأشخاص اللي تستمر بهيدي الرياضة. خبرني عن الشعور رائد من رئيس لجنة الكامبو بالكونغ فو إلى رئيس اتحاد الكامبو، شو بيختلف الشعور؟ هو شعور ما بيختلف، هو ذاته. أنا بشغلي بأي شغل حتى بالنادي، بس كون داخل النادي أنا بشعر برئيس النادي نفس رئيس اللجنة، نفس رئيس الاتحاد، نفس مهم. الهدف يعني عن شخصيتي هو بقول دايما إذا لم أكن الأول لا يعني لي إن كنت الأخير. يعني يا أول شخص. أنا يعني بالبطولات إذا تنتبه عندي كتير أوقات تاني وتالي وخسرت. هلأ التاني بعد والبرونزية في ناس عم تعمل لها احتفالات. يعني صدقيني إذا جيت تكرميني على برونزية أنا ما في شيء، لأنه بحس أنا خسران خسارة كتير كبيرة بالنسبة لي. حتى وسدية تكون دايما الأول، حتى بشغلي بكل حياتي بحب دايما قيادة المواضيع، مش طمع طبعا، ولكن هاي شخصيتي هيك.
يعني أنا إذا في رئيس عم بيشتغل أنا بقدم له كل الدعم، حتى شكر ما بيهمني منه، وفيني يكون مثل آخر لاعب موجود بالقصة. يعني بتكون الضوء له نحن كل الدعم حده، وهي مرقنا فيه. يعني كل رؤساء الاتحادات اللي أنا تعاونت أنا وياهم بيعرفوا بالفعل شو عم بحكي. بقدم كل طاقتي لإلهم، كل الشغل، وما بيهمني وين دوري. يعني إن كنت نائب، إن كنت هيك، كنت عضو، ما كنت، ما بيعني لي، لأنه مش بحس الهدف له نحن لازم نقدم كل الواجب له. ولكن كل كامبو هي هوية صار. يعني أول شيء الإنجازات اللي تخضرمنا فيها بالاتحادات مهمة. قدرنا نخترق الحلبات الدولية بقوة كلبنان. يعني اليوم اللبناني هو من أهم المنافسين مقابل رومانيا، برتغال، روسيا، أمريكا، سويسرا، بريطانيا، إسبانيا، أوروبا، على عندك اليابان، الصين منتسبين، وكوريا منتسبين للAKF، وهن منتنافس نحن وياهم بالحلبات. يعني ببعض الفيديوهات للشباب كأوكرانيا، روسيا، كل هذا الدول تعتبر عظمى بالنسبة لنا، هن موجودين بالاتحاد ونحن مننافسهم وبل نربح عليهم. هون بس عم يطلع لبناني عم بيكون في كتير صعوبة على الخصم. يعني نحن فارضين شخصيتنا، ونحن من وقت اللي بلشنا كامبو الفريق اللي بيطلع معي إذا بتراجعي يعني من 2017 لليوم فريقي هو ما عمل غير ذهبيات، في فضيات وبرونزيات، ولكن الاشياء اللي عم ننافس عليها نحن عم نطلع نربحها. ومندعم بالألعاب التاني، خلي اللاعب يحتك يعرف كل الألعاب. من هذا الدور نحن منشاركه بعدة ألعاب. أول شيء دعم للاتحاد، دعم للمشاركات، وخبرة للاعب يلعب كل الألعاب، ما يكون مبرمج على لعبة واحدة. ولكن الأساليب اللي نحن منحضرها ضمن منتخبنا وفريقنا ما منخسر فيه. حتى منحضرهم، يعني إذا بدها تكون بأستراليا أو أمريكا أو كندا، نحن اللاعب قبل بشهر ببلش ينام على التوقيت عنده. نظام الأكل، يعني نعمل سير شو بيطعمونا نبلش ناكله من هون. بالتمرينات بتصير بنص الليل وطالع حسب التوقيت. أمتى نحن لعبنا منبلش نجي على الجيم بلبنان وبالجبل بتوقيت أستراليا أو بتوقيت أمريكا. هون أنا اللاعب بيطلع عندي بدل ما هو بترم نومه وعم بيلعب، بيكون عم بيلعب بترم هو ما تعود عليه. هذا الشيء كمان بينجح. وغير انه نحن نمرن تقنيات للاعب، بدنا نحضره نفسيا، بدنا نحضره ذهنيا، بدنا نحضره معنويا، وبدنا نحضره غذائيا. يعني نظام اكل صح، وزن صح، تمرين صح، رياحة نفسية للقتال، يكون دماغه ساعة اللي بده يفوت على اللعب 100% ردي للقتال، مش عنده تعب نفسي وما بعرف هذه الأمور. وهيدي المواضيع اللي عم تحكي عنها، يعني مرافقة الولد لحتى يقدر ينافس على مستوى دولي، أكيد تتبع مصاريف، تتبع طبيعي. لازم يتوفر التمويل المناسب لدعم هيدي المواهب، ويمكن مش كتير متوفرة عند كل أصحاب المواهب. ولكن سؤالي أنا رائد، عنا مواهب، الطريقة اللي عم تحكي عنها هي التدريب الصح يلي بيوصل لنتيجة مشرفة. عم نحكي عن تلاميذك يلي دايما محلقين بالذهبية. مين بنافس رائد بوشارة؟ بصراحة أنه أنا يعني كشخصية من جوا، كل لبنان بنفس له. ولكن نحن هاي المنافسة هي منافسة شريفة، منافسة منستمتع فيها. والدليل إذا أنت شفتي بس يجي ندينا مركز أول بالبطولات، نحن منتنازل عن هاي المركز للأندية اللي بعد. يعني عادة في ترتيب أندية أول، تاني، تالت بكل بطولة منعملها. الغاية هي ممنوع ما يطلع نادينا أول، والطلاب هن عارفين هالشي. يعني نحن مننزل عدد كبير على البطولة، مننزل أبطال كتير لنحصل ناخد هذا اللقب، ناخده معنوي. ولكن نحن الكاس والميدالية والمركز ما بيهمنا. يعني مش ما بيهمنا، انه نحن بالعكس خلي غيرنا يحط هذا الكاس بنادي دعم له. ولكن الحقيقة نحن بيهمنا الواقع الحقيقي مش الوهمي، اللي هو نحن نادينا وطلابنا عم بيكونوا قناعة وبيطالبوني دايما بهالشي. طيب ليه بتتنازل عن هذا ليه بتتنازل عن هالحزام لحدا تاني؟
وأنا ما تنازلت، أنا اللقب أخذته، ولكن التنازل هو أصعب من إنك تاخد لقب. الأصعب التواضع. يعني كمان أنا هون عم بعلم تلميذي ما يصير منخار وراسه لفوق مثل بعض الأبطال منعرفها. كنت أولاد يعني كلنا نحكي. اليوم هو مدرب بيبقى عامل حالي لحاله 2 سكرتير وبعرفش شو كذا، ولك خيي ما بدها هالقد، ما أنت لازم تكون قرب على الناس. أنا بالجيم عندي مكتبي مثل عندك هيك والنادي، يعني أي حدا بفوت بيسلم علي لو مين ما كان عندي. نحن حريصين على مالك. سامر بيو لمالك أستاذ سامر العياص بوجه له مش تحية، مليون تحية، لأنه بالفعل أنا الحمد لله محظوظ بحياتي إنه في حد هيدي الناس النظيفة الصادقة، والكامبو الباك جراوند تبعها والقوة تبعها كمان أستاذ سامر. يعني هو من أحد الأشخاص اللي واقف صح حدي، ونحن ولا مرة تنافسنا على مركز، ولا مرة تنافسنا على مين دفع أكتر. صدقي نحن بيئة موجودة كعائلة كامبو، ما حدا بيعرف مين عم بيدفع، ما حدا بيعرف مين بيقطع تيكت، ما حدا. نحن يعني اجت لإلي أنا عم بقطعهم قطعتهم، اجت لسامر عم بيدفع فيز دفعهم. هاي أمور صدقي كتير مرتاحين فيها مع بعض، وعم نحمل بعض اشياء امراض اكثر من الطاقه، ولكن النتيجة عم بتكون منيحه. صح. بطولات كتير عم بتشاركوا فيها، إن كان على مستوى شخصي أنت رائد، يعني اسم الله عليك بعدك بعطائك مستمر بهيدي الاندفاع بهالشغف لرياضة الكامبو بالتحديد، وإن كان تلاميذك يلي من لبنان للعالم عم بيعملوا نتائج كتير بتشرف. أعزمة كتيرة يعني لبستها، أعزمة كتيرة رفعت فيها اسم لبنان، رح نشوفها تباعاً يعني من البرتغال لإيطاليا، يعني أحزمة كتير بتفتخر فيها، ولبنان كمان بيفتخر فيها. لكن الأحب على قلبك أي بطولة، أي منافسة كانت أنت فيها عن جد عطيت الماكسيموم طاقة؟ بدي أقول لك شغلة، يعني صح، هلا كل مباراة هي في إلها شيء خاص فيها، صح، ولكن في كل مباراة كمان في إلها قصص تختلف عن مباراة تانية. يعني هاي بال2018 كنت أول، هي في 2017 بس موجود بفرع تاني ما قدرت لحق أجيبه. وفي عندي بالت كمان قدمته لحدا من ذوي احتياجات خاصة، وفي عندي بالت كمان قدمته لأحد الوزراء، كمان كان هو داعم هاي السفرة، كان الهدية له الحزام. قلت لك نحن ما بيعني لنا هذا البالت قد ما هو بيعني لنا حقيقة النتيجة تبعه والموضوع والفايت، وقديت طورنا نحن بالفايت. في مباريات كتير كنت أوقف فيها مش عارف حالي. 2022 ببداية الجولة نزل معي ضربة قاضي، قشط اللاعب، كان إلي شي 22 بعام. أنا بدي أتشكرك عن الأحزمة اللي حملتها معك. في بعض الطاولة قدرت أحمل. ما 22 اجت بعد عطلة، يعني عندي 18 19 بس 18 كان كتير لقب حلو وانبسطنا فيه، كانت مباراة، أو كان بعد الكامبو الأيكيات ما جهز، كنا عم نلعب تحت طوال. هون هاي 2019 18 19 هذا بلت كتير حلو كمان. هون كانت مباراة كتير قاسية. وال22 نحن بال19 إذا حتذكرنا بال20 اجت الكورونا، وكانت هون مأساة الكبيرة. خسرنا كتير أبطال بسبب هذا المرض، خسرنا لعيب، خسرنا أهل. كانت يعني فاجعة. الكورونا منا سهلة على الكرة الأرضية اللي أثرت بكل الدول وأخرت، يعني لليوم نحن إذا بدنا نشوف بعد ما ظهرنا منها بالشكل الحقيقي، يعني بعدها هي تاركة أثر كتير كبير، ما في بيت إلا ما خسر. هلأ هون هيدي المرحلة الكورونا أنا طورت حالي فيها كتير، لأنه بطل في شغل، بطل في نشاطات، بطل في شيء، ولقيت حالي بالمطرح الصح. فضيت لحالي مثل ما بيقولوا، اشتغلت على حالي تدريب، طبيعة برية كذا، رحت يعني ما خليت شيء بينعمل ما عملته، واستفدت من هاي النقطة. الإنسان الناجح دايما هو بيدور على بيصنع الفرصة،
ما بينطرها تجي. اجت الكورونا مرض كل العالم وتوقفت البلد. طب صرت فاضي اتمرن كل يوم 5-6 ساعات، اعمل هايكينج، بايكينج، سباحة، اركض. لقيت وقت فراغ كتير حلو لإلي ولعائلتي، وبالفعل استمتعت فيه. يعني هلأ ما حلو نحكي بوضع مأساوي، ولكن أنا حولته لطاقة كتير كانت حلوة. وبين مرحلة ومرحلة بتمنى نرجع نقعد شهر وشهرين بدون ما نفكر بشغل ومستقبل وخبريات. نجحت بهاي القصة. كانت هيدي البطولة هون 22 كانت بطولة كتير حلوة. وببداية المباراة قد ما محضر أشط اللاعب معي دغري وأنا حابب ألعب. عم نحكي بالبرتغال. ببرتغال ب 22 كنت مع لاعب روماني كمان من اللعيبة المخضرمين وعبضي، تاريخه يعني إنجازاته ما بتقل عن إنجازاته ويمكن أكتر. اللي صار إنه الاحتكاك كان بيني وبينه خلال 20-21 ثانية. اتعرض لركلة على الكبد، وقفت، وطلب معاش يكمل المباراة لأن كان الضغط مبلش قوي في حماس فيها. إما هون ما حبيت، يعني حسيت شو عملت، ما بدي في طاقة بدي ألعب عليها. جاء طلبت منه إنه نلعب نكمل المباراة. نكمل، لغينا الضرب القاضي وكملنا المباراة. وهون رجع استعاد نشاطه علي، وما تقولي إلا خسران أعطيتيه تشانس يرجع يربح. وغير انه ضغط المدربين والكذا، يعني تخيلي حدا خسران تقولي له تلعب بعد جولة وبلكي ربحت، اكيد بيربح لان الاندفاع جوا بعد الخسارة قوي. وبالذات بنفس الساعة والله تحول اللاعب وبلشت اللكمات وركلات تنزل علي كتير قوي. الجولة الأولى كانت إلي، الثانية خسرتها، الثالثة كانت إلي، الرابعة خسرتها، الخامسة يعني ما تسألي القتال كيف كان. هي الحاسمة كانت مش حاسمة، كانت ما عرفت إذا بقدر أحسمها ولا لا. نفس بلش يخلص، كل طاقتي صرفتها. وبمحل أنا مثل ما بيقولوا إنه أعطيت سلام، يعني مثل أعطيت وعد إنه كمل خف. يعني الجولة الثانية خسارة كانت من إيدي، مش أنا كنت بقدر أخسرها، ولكن أنا أعطيت فيها إنه ما بدي نلعب. هون هو بالعكس كان عم بيفرض شخصيته. الرابعة كانت، الثالثة كانت ضغط لأنا أرجع عيد ربحي. حسيت إنه جولة ما كانت لإلي، هو لإله. الرابعة كانت عم بيقاتل، يعني الرابعة كانت مباراة كتير في فرق بيني وبينه، شلحني الرابعة. يعني الرابعة ما قدرت لها. بنفس الوقت كنت عم بحاول ريح للخامسة لأقدر أحسم خامسة بضربة قاضي تاني أو شيء، وما قدرت. يعني مباراة كتير كانت قاسية، وحتى الحكام وصلوا لمطرح انه حرام نخسر اثنيناتنا. يعني رفعوا له ايده اول شيء، فكرت هو ربح، مع انه انا حسبهم. يعني انا حكم بحسب بالقتال لعبه، بعرف امتى ريح امتى اضغط. كنت عم قاتل عن معرفه، ما عم قاتل انه بس عم بلعب، عم قاتل عندي نقاط جيبها. ليش بديش كون ربحان؟ يعني بالخامسه حاولت احسم كتير اشياء، فجأت شوي صغيرة لا غلطانين بالزاوية، رفعوا لي ايدي لإلي. صار هالحزام يروح لهونيك ويجي لعن، يرجعوا يقولوا بتستاهلوا اثنيناتكم تربوا. ولكن بداية المباراة كانت محسومة لإلي. رجعت أخذت هذا كان صعب. واثنين إذا مذكرة كانت حرب أوكرانيا وروسيا. كانت رسالتي أول شيء هذا الحزام هديته لبنتي اللي كان عمرها 2 يعني كنت طالع ألعب هذا اللقب باسمه لا تعالى صح. وبوجه لها تحية طالة لأنه كنت حبها تيجي معي وبتحب تشاركني كل الأشياء الرياضية. إن شاء الله يكون في مستقبل لجميع هيدي الأولاد، ويكون هيك أيام حلوة لإلهم، ويحققوا لي أشياء اللي ما قدرنا حققناها وزيادة. ولكن كانت مباراة حلوة كتير. الشغلة الثانية اللي تفاجأت بهذا البال، بيجي رئيس البرتغال هو بيسلمني الحزام، أنا ما عرفت. نحن نازلين تعبانين وبعض راسي إنه يعني قديش قتلت، قديش مرنت، قديش في حدا كان قريب للخبرية اللي هو كنت معتبر إنه بقدر أتحكم بالمباراة مثل ما بدي. وهون بهيدا حسيت لازم أرجع أشتغل أكتر بعد حالي أقدر أحسن مباراتي أكتر. يعني كنت هون بمطرح عم بحاسب نفسي ببعض الأخطاء
اللي يا الوقت هو السنتين رجعوني هالرجعة لورا بموضوع سرعة الموضوع بالحالة بسرعة البديهة بمحلات كتير كان فيني استفيد منها. عم راجع ليش هون ما أخدتهم، ليش هون ما عملتهم. بنفس الوقت كمان كنت مطور حالي لياقة ونفس أكتر. بيجي رئيس البرتغال بيسلمني الحزام. هلا بس نزلت عم بقول لهم مين الرئيس، قلنا لهم في عيدة لما صورنا. رجعنا جبناه مرة تاني، كان في حدث حلو لإلها. حلوة لقطة مميزة. وحبيت شغلة إنه صدقي كان الرئيس ووزير الشباب والرياضة ورئيس بلدية ومحافظ وهيك جروب عم بيتمشوا مثلهم مثل أي حدا. يعني حدا جاي على البسكليت، حدا جاي بسيارته، حدا جاي بسيارة كهرباء. ما معهم حدا، ما حدا وقف، ما حدا، كله عم بيطلع الرئيس هون هو عم بيتدخل بالعالم. حبيت هالشغلة، وإن شاء الله يوما ما لبنان يكون هيك يصير رئيس. هلا رئيس جزاف عون بوجه له كتير تحية، ورئيس جزاف عون فخر لكل لبناني، وأثبت وطنيته وبنانيته ومصداقيته وبده وطن لا غبار بأي شيء عم بيسويه. ولكن الله لا نصل لحدا نصير كمان موجود معنا، فينا نشوفه ساعة المنة، فينا ما منا مواعيد، يصير لبناني منا مثل ما بشوفك وبتشوفين. هالشي كتير حلو. رائد، اليوم شو بتحب تقول لكل شخص عم بتابعك؟ يعني اليوم أنتو بلشتوا مرحلة جديدة، الأحزمة مع دانيال، بعد في عنا حزامين. هذا كان 22. كان هذا الحزام كمان له مباراة كتير كانت رائعة وحلوة. كمان حزام أخذ تعب ومجهود، احتراق الكامبو. وكان عندي مشاركة بإيطاليا كمان هلا 24، وهذا لسنة 25 كمان بلف كان مباراة سوبر رائعة. أنا وحدا من تشيكيا وجه له تحية كمان. وهذا كان بصراحة بكل فخر قدمه رئيس الاتحاد لإلي بال26. كانت الحرب، ما في طيران. شاركنا بتركيا بشهر نيسان. نعم، بس ما كنت قادر أحضر لأن أخذ معي فريق كتير كبير لا أقدر تابعه. وهون قدموا تقدمة رئيس الاتحاد الدولي أول شيء للبنان أنه تحت هيدي العاصفة الحرب نشارك بعدد مقبول ببطولة العالم. وتاني شيء قال لي لأنك ما قادر تلعب لحضر حالي للسنة الجاية إن الله ربي عم بحفزك أكتر. نعم. يعني خلف كل حزام اليوم شفناه بهيدا الحلقة في حكاية تدريب، حكاية لا استسلام. هلأ الكل مقاتل بالحلبة، ما حدا بيفوت على الحلبة ليستسلم. يعني حتى إذا استسلم هو منه خاسر، لأنه في مطرح يبنكسر. خصمي كان أذكى، كان أشطر، استفاد من خطأ أنا عملته واستسلم. ولكن الاستسلام بالحلبة هو مش استسلام، بالعكس هو شجاعة، وهو تفادي لشيء أبعد. العناد هو بيخسر، الخسارة أني أنا انكسر ما عادش أرجع للرياضة. والكامبو هي عملت هاي الاشي، يعني ممنوع نضرب ضربات على الوجه مباشرة ليضل اللاعب لاعب ويجي على الحلبة ويتطور، مش نحن نأذيه ونهربه عن الرياضة. ولكن كمان بأحد الأحزمة كان عندي بطولة العربية بالبحرين مع قوة الرمي، بوجه كمان تحية لدكتور وليد قصص. شاركت سائق بهذا النهار. ورح أرجع لروسيا، كنا عم نحكي شيء عن أوكرانيا وروسيا عم بيشبهوا بعض حتى ننهي حلقتنا المشاهد كون عم تصل الرسالة. بالبحرين كان عيد ميلاد بنتي الأول، وهيدا أصعب مباراة لعبتها بحياتي مع خصم كمان منه هين أبدا. بوجه له تحية الدكتور والأستاذ والبطل العالمي أستاذ خالد غيلاني. بعد هاي المباراة صار صديق عزيز، وأثبت الرياضة هي نفسية حلوة. بصراحة جيت عم باخد ضغط طالع 20 و18، قالوا لي لازم تروح على المستشفى، وأنا ما حاسس بشيء، بس كان عنا نهار سفر طويل وهيك أمور. أجلت لتاني يوم المباراة على أساس أنه بيكون الضغط راق. بقي الضغط طالع، هي كان لازم تكون ب24، ما مشي الحال، أجلوا لنا إياها يوم.
صار 25 على أساس إنه يبي يكون مشي حالي وضعي الصحي، مع إنه أنا ما عندي ضغط. ولكن بعدين تحليل عيد ميلاد بنتي الأول يعني بعد كان يتعاج أو كنت عطيت وعد لهذا اللقاء أنا وأستاذ خالد ببطولة العربية، وأنا كان عندي حماس كتير للقاء معه داخل حلب. إنسان مخضرم لعيب قبضاي، قلت خلينا نحتك، ربح وخسارة كانت بالنسبة لي خبرة واحد صح. احتكاك معك شخص كتير مهم. ومهم رجعت مضيت تعهدات كلها على أساس بخلص المباراة وعلى المستشفى إنه الضغط عالي. بس أنا صدق مشاعر بشي، طبعا ضغط واضح، وجع راس وهي الأمور، ولكن لياقة والنفس. بس كله هالضغط كان هو سببه طالع عيد ميلادها الأول وأنا بعيد عنها، ويعني كان عندي هيدي المعاناة اللي حاسس بها. وهي عم بتتبعني كانت خطوة بخطوة، كان عمرها سنة ولكن هي كانت مرتبطة معي بكتير. يعني كنت قادر بعد هلا صار التواصل أسهل، بس كان بوقت التواصل أنا وياها بيني وبينها كان من وقت التواصل موجود، ولكن كان أصعب مثل ما بيقولوا. اليوم بتعبر بس بوقتها ما كان. وكنت بعت لها رفقاتي عملوا لها عيد ميلاد يعني بالنهار راحوا تلاميذ النادي والإدارة معي أخذوا لها كيك وعملوا لها عيد ميلاد، وثاقبت برا حرقت إيدها بكتولي ما خبروني. بس بالصورة بعتن لي إياها بينت إيدها بهالشي، وكمان هي أخذت حافز إنه مسكت الكتول برا مشان البرش حرقت إصبعها، وكانت هون كمان توتر ومثل ما بيقولوا شيء مهم. قطعت الجمال كان بس فت على الحلبة. ما بعرف شو صار معي، انه هي عمرها سنة بدي انهي المباراة بجولة اولى والا بعتبر حالي خسران. بلش التحدي بيني وبينه انه بنتي عمرها سنة وهي المباراة باسمها بدي انهي المباراة على جولة واحدة شو ما كل. وقلت له اذا رحت معي للجولة الثانية انت فائز بالنسبة لي، لو عملت 5 جولات، ولكن انت لو ربحتهم، ولكن اذا الجولة الاولى ما قدرت ما خليتني تخليك تسلم ما حننهي، بكون أنا بالنسبة إلي خسرت. بلش تحدي من هون، والكنترول حكى عن هذا الموضوع. أول تحدي بيني وبينه، وكانت المباراة قوية كتير، وكمان قدرت خليها تسلم بالجولة الأولى. والشرط الثاني كان بيني وبين مالك، يعني كان مالك لعب مباراة حلوة وكان عم بيرد كتير علي. قلت له هلأ أنت الكوتش، قال لي بس بدك تخليه يسلم، لازم يسلم بالزاوية عندي. وأنا توفقت بكذا كمشة في الحلبة بينهوا المباراة، ولكن كنت فك منهم قبل ما ينتهي ألعاب لأقدر جيب خالد نقدر نخليه يسلم بالزاوية عند مالك. ونجحت بالفكرة، يعني نفذت مخطط طبقتها وسلم حد مالك. هيدي كمان نقطة تانية كانت بالمباراة كتير حلو. رائد، يعني لا يمل الحديث معك. يعني حكينا عن البدايات، عن الطفولة، عن المراهقة. الحلو بشخصيتك إنك عصامة، إنك بتحط الهدف قدام عيونك وبتمشي لتحققه، وما بتكون راضي إلا ما توصل للمبتغى عندك. فإن شاء الله كل بدي مرق غلطين تكون هيك دايما ميسرة معك ومسهلة معك. وبدي أقول الفت إنه أنت رئيس نادي النجوم وعم تعمل شغل كتير حلو بهيدا النادي مع الشبيبة اللي ملتزمين معك، اللي عم بيعملوا نتائج حلوة. فكل التركيز على هالشبيبة اللي انت عم تنقلهم خبرتهم، وإن شاء الله يا رب يضلوا يعملوا إنجازات وإنجازات. شو في تحضيرات هلأ سريعا؟ حمرق شغلة عن روسيا. قلت لك قبل بال22 طلبنا أنه رؤساء الدول بدل ما يكسروا أوكرانيا والحرب اللي صارت واللي صار بروسيا واللي عم بيصير عنا، بيلتقوا رؤساء الدول يلعبوا فايت، واللي بيربحوا يحكم التاني، ومنوفر موت الناس والأطفال والبنيان الحلو اللي عم بيتدمر له عمر. كانت هيدي رسالتي بال22. 2 من شان الكامبو أنا بطلب من كل الرياضيين يتعرفوا على الكامبو ويدخلوا على الكامبو. لعبة مش بعيدة عنهم ولعبة حيحبوها، وهالاتحاد مش لألي، هالاتحاد للبنان. كل لبناني هو معني بكل اتحاد لبناني. بدعي كل الرياضيين كمان يشاركوا بالكامب ويتعرفوا عليها. اللي ما عم بقدر أنا أتواصل معهم يتواصلوا معي، ونحن ما قلنا بهالاتحاد أكتر من غيرنا. صحيح
عادة القيادي أو الرئاسي بتكون مع شخص، ولكن هو معه كتير مجموعة كتير كبيرة رؤساء وقياديين معه، ولكن ضوء للأسف بيتوجه بس على شخص. أنا محظوظ معي اكيب عمل كتير قوي بيشتغل معي مش 24 ساعة، قد ما بدك، ما بيستسلم، مقاتلين مثلي، عندهم عقيدة وإيمان بالرياضة ولتحسين هاي البلد. نتمنى تزيد هيدي العائلة، نتمنى نكون لبنان كلنا مش بالكامبو بس، بأي رياضة نشتغل بكل قلب طيب وقوة ونظافة ونشاطاتنا كتيرة. نحن كل سنة بتخلص بتزيد السنة جديدة ومنزيد نشاطات عليها، منكون ما تمنينا نخلص الإنجازات، فجأة بيصير عنا أضعاف وكمان عم ننجزهم. عنا السنة عندي البرتغال بشهر 10 كأس العالم، وعنا بتونس كأس عالم كمان بشهر 9 ببرتغال، بشهر 10 بتونس. عنا بالسنة الجاية بتونس بطولة العالم، وهي التحضير الأساسي اللي نحن عم نشتغل عليه. من الله راض شهر الجاي حنبلش تحضير لنعمل منتخب يشارك بتونس، ونعدكم بإذن الله حتستضيفينا مع أبطال مثل ما حكينا ما بيطلعوا بيجيبوا غير ذهبيات بإذن الله إن شاء الله. هالمرة العدد أكبر بإذن الله، موعودين هيك. كل التوفيق لك رائد رئيس الاتحاد اللبناني لرياضات الكامبو ونائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس نادي النجوم مصر رائد بوشقرة. أهلا وسهلا فيك. تانيا أنا بشكرك على كل شيء عم بتقدميه معي ومع غيري، لأنه حلقاتك بالفعل كتير فيها عم بتشيلي جوهر من المدربين اللي البعض بفهم. هلأ بس سألتيني عن طفولتي بلشت أتذكر، بس سألتيني عن مستقبل بلشت فكر. حضرتك عم تدخلي على شيء للمدربين والرؤساء الاتحادات الأبطال، عم بتشيلي منهم أشياء بيحبوا يحكوها ولكن هن نسينا. يعطيك العافية. عم مثل ما بدقول عم تمسحي الغبرة عن الجواهر الموجودة بالوطن، وهذا الشيء بيكبر القلب. الله يقويكي، وإذا عطيتك كل هاي الأحزمة ما بتكفي، لأنك أنت كمان بتستاهلي أكتر بمجالك، بصراحة بتستاهلي. يعطيك ألف عافية. شكرا لحضورك. نورت اليوم طلعت معي، نورت ضيف عزيز على برنامجنا، وأكيد KMAS رح نضلنا منواكب نشاطات الكامبو وين ما بتكونوا. أهلا وسهلا. خليلي إياك، يعطيك العافية. لهون مشاهدينا بنوصل لختام حلقتنا. موعد معكم بيتجدد الأسبوع المقبل مع ضيف أو ضيفة جديدة، فكونوا على الموعد وعلى معكم.